الناس كانت بتسرق قدامك وكانت بتعذب قدامك وانت لم تحاسبهم وغضضت الطرف عنهم فاستشرى امرهم. لا ما هو ما من اول يوم بدا، يعني طبعا كنت في السجن لما بدات هذه السجون وكان غالب الاخوان، حتى لا نلوم كل الحركه، كانوا كلهم مكبوتون، قالوا اسكتوا جميعا، فأدير الأمر بصبة صغيرة جدا، فهي التي وجدت نفسها لا يراقبها أحد ونسيت رقابة الله ففعلت الأفاعيل. بعد حتى تمكنوا في السلطة في الوزراء بدأوا في المؤسسات وبدأ الفساد يستشري، لا في بعض الجهات فقط ولكن انتشر جدا قليل. تحت سمعك وبصرك. بعد ذلك تحت سمعي وبصري وعجزي طبعا. ايوه وعجزي دي طبعا كلام نقوله، ولكن غالبا الاعضاء العضويه هذه لها منافع ولها مصالح، واصبحت تركب الفساد فيها ومعها. انتوا ايه الفرق بينكم الان وانت صاحب مشروع اسلامي او انتوا اصحاب مشروع اسلامي وبين كل الانظمه المستبده اللصه التي تسرق شعوبها في العالم العربي؟ لو حدثت كل الحركات الاسلاميه التي جاءتنا مره بعد مره ونحن في السجن يتحدثون الينا وينتهروننا احيانا ونقول ما شاء الله اخواننا الذي عرفنا. يعني الاسلاميين الان لو حكموا الانظمه القائمه تعتبر احسن منهم. لا، لعلهم عظات السودان سنكتبها لهم لعلهم يتعظون. انت لما كان عمليات التعذيب هذه في بيوت الاشباح، المخابرات عناصر المخابرات تعتقل الناس وتعذب الناس وتهين الناس، كنت انت فين؟ وعندك بتقول جهاز امن للحركه المفروض كان يتابع، لكن هو جهاز الامن الحركه كما يقول المحبوب كان بيمارس نفسه التعذيب. كانوا اسلاميين من اللي انت ربيتهم بيمارسوا لا، الجهاز الخاص للحركه طبعا ليس له سلطان ولا يعتقل ولا شيء، لكن هذا الجهاز الرسمي منا، عضويته منا صحيح، غالبها منا، والذين يمارسون كانوا منا أو مأمورين. زاول التعذيب في بيوت الأشباح عناصر من الاستخبارات العسكرية، شاركهم عناصر من أبناء الحركة الإسلامية وعضويتها، وجرت مشاهدة أمام عيون الكبار من العسكريين الملتزمين وقادة أجهزة الحركة. صحيح. ده جرائم بشرية. صحيح. جرائم في حق الناس. صحيح. في حق المجتمع السوداني. صحيح. لكن طبعا إسلاميين. أصل الهوية دائما العصبية تقود إلى ذلك. أنت لا تعلم أنت تقرأ تاريخ دينك، تاريخ أسود بين عباسيين وأمويين، الذبح والقتل والتعذيب. كل ما أقول لك دلوقتي كله تاريخ أسود. كل ما أقول لك السودان تقول لي التاريخ. أنا الآن فيكم أنتم في ممارساتكم يعني نحن لم نتبين تاريخنا ونعتبر به. لا توجد لنا تراث مكتوب أصلا عن شيء من ذلك. لا الصوفية التي فيها التقوى، تقوى الله ورقابة الله والوجدان المؤمن، لا شأن لها بهذه الأمور لأنها خرجت تماما من العمل العام. والسلطان خرج من الفقه تماما، والفقهاء خرجوا من السلطة، كتبوا أحكاما لا قيمة لها، أحكام السلطانية أمروا عليها، قال أمرت أن أكتب هذا. يعني الفقه تولى يتحدث معنا كأشخاص كأفراد فقط، السلطة بعد منها. ما كنتش قريت التاريخ الإسلامي؟ ما التاريخ الإسلامي يوسفنا نقول ليس تاريخ عبارة، هو تاريخ